إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أحبتي ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا الله جل وعز بذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الأمان النفسي والمعيشي بتقوى، فقال جل وعز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الناس، لقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام بين الفينة والأخرى أن يتخول أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة من على منبره حتى يكون لهم خنين من البكاء ولحاجة القلوب إلى الموعظة. في زمن حيل بيننا وبين قلوبنا إلا من رحم الله، نذكر بحقيقتنا التي غفلنا عنها، حقيقة نؤمن بها ونعتقدها وكأنها خيال. إنه ذلك الغائب ولكنه حاضر بيننا. إنه الملك الذي يرسله الله لقبض الأرواح، فلا يتردد أبدا في طاعة خالقه جل وعز، ولا يتردد أبدا في طاعة خالقه جل وعلا، وذلك لتنفيذ الأمر في قبض الأرواح. فنراه وترونه يأتي إلى ذلك الشيخ الكبير الذي شاب رأسه ورق عظمه جالس بين أبنائه، فيأخذه من بينهم بلا استئذان، فلا إله إلا الله. ويأتي الأمر إلى ذلك الصغير الذي تحتضنه أمه، فينتزعه من بين يديها بلا شفقة ولا حنان. لماذا؟ لأن الأمر قد أتى من الحي الذي لا يموت جل جلاله، الحي الذي تفرد بالبقاء وكتب علينا الفناء، ومن ثم البعث إلى دار البقاء لتجزى كل نفس أساءت بما عملت وتجزى كل نفس أحسنت بالحسنى.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا إله إلا الله. إذا هجم الموت وأحسسنا بالسكرات ودنا منا الفراق وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أجل مكتوب لا مفر من ذلك الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. كم من أناس نعرفهم وتعرفونهم أخذوا من الدنيا على غفلة وخرجوا منها على غرة. الموت ما ذكر عند العزيز إلا وخصم ظهره، ولا عند قوي إلا وأذله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لا إله إلا الله. حانت ساعة السفر وأحسسنا بالسكرات وضاق منا النفس وسال منا العرق وبردت القدمان وقربت الأكفان ونودي في الناس الصلاة على فلان ابن فلان ودن الفراق. يا أمة محمد اذكروا على أنفسكم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وتفكروا في ذلك المصرع، تفكروا في ذلك الساعة، اذكروا ذلك الموقف الرهيب. استعدوا في ساعة لا ينفعك قريب ولا ينقذك حبيب. لحظة فتخرج من الدنيا إلى الآخرة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا إله إلا الله. تصور وزوجتك عند رأسك تناديك ولا تجيب، زوج الحبيب، وأنت في حال لا تستطيع أن تجيب. تصور وابنك عند رأسك يناديك أبتاه أبتاه، وأنت تقلب عيناك على سرير الموت تنظر إليهم قد اشتد كربك وسال عرقك وضاق نفسك، وأنت ترى أصغر الأبناء يراك في حال ضعفك، تريد أن تناديه، تريد أن تضمه، تريد أن تبرد حرارة في قلبك، ولكن هيهات هيهات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أحبتي في الله، استعدوا لهادم اللذات ومفرق الجماعات كما استعد له محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا بخاتمة حسنة، واعذني والحاضرين من الخاتمة السيئة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا عباد الله، لقد تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فلا يزيغ عنها إلا هالك. كيف لا وهو القائل أكثروا من ذكر هادم اللذات، فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. قدوتنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك، وهو الذي تجرع كأس الموت
وذاق حرارة الموت، ووعك وعكا شديدا عند الموت، فسجلت تاريخ تلك اللحظة وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. إذا كان هذا حاله فقف أنت وتأمل قبل أن تعيش ذلك الحدث. وهذا الصديق رضي الله عنه وهو يوعك وعكا شديدا فقال لابنته كذب الشاعر يا بنيتي وصدق الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو يوعك وعكا شديدا عند الموت، فيقول لمثل ساعتي هذا فليعمل العاملون. فيا أمة محمد إلا متى ونحن نرى مصارع الموتى، نراهم بالعين، نراهم أمامنا في حوادث السيارات، ونراهم في المستشفيات، وإلى الآن ونحن في غفلة. فطوبى والله لمن تدارك عمره منا بالباقيات الصالحات، ويا خيبة من اشتغلته منا المنكرات عن رب الأرض والسماوات. يا حسرته متى يوم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويا ندامته متى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. تزوت للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون الرفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، الموت من أعظم المصائب، وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا كان العبد طائعا ونزل به الموت ندم ألا يكون ازدادا، وإذا كان العبد مسيئا ندم على التفريط وتمنى العود إلى دار الدنيا ليتوب إلى الله تعالى ويبدأ العمل الصالح من جديد. ولكن هيهات قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. كفى بالموت واعدا، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآل. فأين الذي جمعته من المال؟ هل ينقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. إن للموت يا عباد الله ألم، والله ألم لا يعلمه إلا الذي يعالجه ويذيقه لكل عضو من أعضائه، سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى تبلغ روحه إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نذره عن الدنيا وأهلها وتحيط به الحسرة والندامة إذا كان من الخاسرين، إن كان من الخاسرين، أو الفرح والسرور إن كان من المتقين. أحبتي في الله، لا بد إذا أردنا أن نقاف أن نتذكر أننا مهما طالت بنا الأعمار
فلا بد أن نقف بين يدي الله فنخاف من الحساب يوم القيامة، ونخاف من روعة النداء يوم القيامة، ونخاف من قوله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالأمام كل واحد من القيامة وما فيها، فليتذكر كل واحد منا أيها الإخوة الوقوف بين يدي الله في عرفات القيامة، وليتذكر الصراط، وليتذكر الوقوف حافيا عاريا بين يدي الحق تبارك وتعالى، ينفذه البصر ويسمعه الداعي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا. فلا إله إلا الله، ما أطول الوقوف الذي جعل السلف يخافون من الله. ولا إله إلا الله، من لنا في ذلك اليوم إذا جاءت المظالم والخطايا ثم ثم من حمل تلك الخطايا، ويحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يوم أن يتذكر كل واحد منا ذلك المقام، يوم يتذكر كل واحد منا تلك الذنوب والأوزار. أيها المسلمون، لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين، إما في الجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما خلود في نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيد الخائفين عليه الصلاة والسلام إنه المعصوم، إنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله أراك قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات. شيبت هود وما فيها من الأهوال، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. شيبت به صلى الله عليه وسلم الواقع والمرسلات، الواقع وما فيها من الآيات، والمرسلات وما فيها من العذاب. شيبت به الزلزلة والقارعة والانفطار والتكوير. شيبت بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، يبكي بأبيه وأمي، يتأثر من القرآن، ونحن حيل بيننا وبين القلوب أن تتأثر القرآن إلا من رحم الله. جاء في السنن عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يسجد بين يدي الحق تبارك وتعالى ويبكي صلى الله عليه وسلم. ونحن متى بكينا ونحن ساجدين لرب العالمين هل تذرف الدموع أم ونحن ساجدون لله نفكر في الحياة الفانية؟ إلا من رحم الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا تغير الريح دخل وخرج
وعرف ذلك من وجهه وكان يبكي حتى تبل ثوبه من الدموع صلى الله عليه وسلم. بل جاء عند ابن حبان رحمه الله عن عطاء رحمه الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعي عبد الله بن عمير فقال ابن عمير يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها قام ذات ليلة فقال يا عائشة قربي لي الماء فقلت إني لأحبك وأحب قربك يا رسول الله. قال ذريني أتعبد لربي فقربي لي الماء. قالت فقمت فقربت له الماء ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي ويبكي حتى بل الأرض بدموعه. وجاء بلال يستأذنه لصلاة الفجر فلما رآه يبكي قال فداك أبي وأمي أتبكي يا رسول الله؟ قال يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة هذه الآيات أبكته صلى الله عليه وسلم ليله كله فأين البكاء منا وقدوتنا يبكي فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. بل جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام مر بإخوان له من الصحابة يدفنون رجل فبدر من بين أيديهم ثم واجه القبر فبكى صلوات الله وسلامه عليه ثم قال إي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وصدق صلى الله عليه وسلم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الصديق وما أدراك ما الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا صلى بهم لا يعرفون قراءته من البكاء لا يحتمل أن تحمله قدماه وهو يصلي بالناس ويقرأ كلام الحق تبارك وتعالى يبكي ويقول وددت أني شعرة في صدر عبد مؤمن رضي الله عنه وأرضاه. وأما خوف عمر وما أدراك ما عمر رضي الله عن عمر حفرت الدموع خطين أسودين في وجنتيه. لا إله إلا الله كيف تحفر الدموع خطوطا في قدود عمر. إنها حرارة الدموع أحرقت اللحم وتركت مجرا في قدود عمر رضي الله عنه يبكي وهو يقرأ
قول الحق تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. ويبكي وهو يقرأ قول الله: إذا الشمس كورت. فلما وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، قطع القراءة واشتد بكاؤه رضي الله عنه وأرضاه. إنه عمر الذي يبكي ويقول رضي الله عنه وأرضاه: يا ويلك يا عمر، يا ويلك يا عمر، إن لم يرحمك الله. أغرك أنك عمر توليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ويلك والله إن لم تخش الله يا عمر ليعذبنك الله. ويبكي بكاء شديدا. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا في الدنيا والآخرة. صلوا على من أمركم الله أن تصلوا وتسلموا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وإيمانا خالصا وتوبة نصوحا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن أخلاق أولادنا، اللهم أحسن أخلاق أولادنا. اللهم اجعل كلهم حفاظا لكتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.